يستعد فريق شبيبة القبائل هذا المساء لتقديم لاعبه الجديد والأخير في مرحلة التحويلات الصيفية الحالية. وتعاقدت إدارة الكناري مع المدافع الأيسر المالي يوسف كوني قادما من فريق مولنباك البلجيكي، وهو خريج أكاديمية جون مارغيو في باماكو بمالي، وحمل ألوان نادي ليل ورامس وأولمبيك ليون وتروا وأجاكسيو بفرنسا، كما خاض تجارب قصيرة في تركيا مع نادي هاتاي، وقبلها في إسبانيا مع نادي إلتشي. وبات كوني المستخدم رقم 11 في الفريق خلال مرحلة التحويلات الصيفية، بعد كل من الحارس غايا مرباح من اتحاد طنجة، رضا حميدي ظهير أيمن، وإدير مقدم مدافع من فريق أتليتيك بارادو، عجوط مهاجم رديف شباب الوزداد، ساديو كوناتي وباباكار سار لاعب الوسط من فريق سيمبا التنزاني، المهاجم أيمن الحمري جناح شبيبة الثورة، المدافع أمين مداني، ولاعب الوسط شكال حاجي من شباب قسنطينة، وأخيرا والتر بواليا مهاجم النهضة العماني.